نبقى كالنسر فوق الصخرة الشماء. الجزائر ستبقى شوكة في حلق كل الذين يكرهونها ويكرهون تقدمها. الكاين في كثير من الدول اللي ما زال ظن أن الجزائر راهي في العهد القديم، في عهد العصابة، ما زال ما يعرفوش باللي فيه تحسن، باللي فيه تقدم، باللي فيه قوانين ستظهر ثمارها إن شاء الله من بداية سنة 2024 راح تبدأ للعيان. ورايحين هما اللي يعودوا يحاولوا فينا أرواحوا ادخلوا البريكس، هما اللي يولوا يترجوا فينا، ماناش حنا اللي نبداو نتبعوا فيهم. فأيها الشعب الجزائري ما يغلطكم حتى واحد، وما يغلطكم حتى واحد في الطريق اللي رانا سالكينه. باذن الله سنصل الى نتائج مرضيه. فقط كنا بنسبه 7 الى 98% نعتمد في اقتصادنا على المحروقات. اليوم استطعنا اننا نصدر اكثر من 7 مليارات دولار خارج المحروقات، ومتوقع ان السنه الماضيه نصل الى ضعف هذا المبلغ، معناه بين 13 و14 مليار دولار باش نصل ليه كتصدير. وهذه احدى شروط البريكس. فالحمد لله الشروط متوفره. كانت